أهلا بيكم في نوديو أسماء، وأنا أسماء. هقدم لكم في الفيديو ده وصفة فراخ مشوية بجد على قد ما مكوناتها بسيطة جدا، وكمان طريقتها سهلة وبسيطة ومش هنقف كتير في المطبخ، وخاصة بقى الجو صيف ومش بنحب ندخل المطبخ كتير، فالوصفة دي بقى ممتازة جدا، هتوفر معانا وقت كتير، وكمان طعمها بيبقى خفيف جدا بجد. الخضار بيبقى تحفة والفراخ دايبة وشكلها مريح جدا من جوه، ومفيش أي حاجة تنكد علينا. تعالوا بقى نشوف طريقتها وتفاصيلها. أول حاجة معانا مكونات التتبيلة: 5 معالق كبيرة من الزبدة، 3 معالق كبيرة من الكزبرة الخضراء، معلقتين كبار من الزيت، معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وحوالي كده 10 حبات من فصوص الثوم، وليمونة. هنضيف بقى مكونات التتبيلة كلها على بعضها. نضيف الزيت على الزبدة وعليها التوابل، الملح والفلفل والثوم المهروس، هنقلبهم كلهم كويس مع بعض. الإضافة التانية بقى الخضار حسب رغبتنا. أنا هضيف بقى بطاطس وجزر، وهنقطعهم برضو حسب رغبتنا. حبات البطاطس هسيبها زي ما هي لأن حجمها صغير، لكن لو حابين نقطعها زي الجزر هنقطعها. هنضيف معلقتين كبار من الخلطة أو التتبيلة على الخضار ونقلبهم كويس. بعدها بقى هنضيف بشر ليمونة على الباقي من الخلطة، وعصير الليمونة كاملة، والكزبرة الخضراء، وهنسيب معلقة منها للخضار في الآخر بعد التسوية. هنقلب المكونات كلها كويس مع بعضها. دي الفراخ وزنها 1.5 كيلو، فتحتها من الظهر وبعدها نقعتها في محلول النقع. لو عايزين الفرخة من جوه يبقى شكلها مريح وكويس، لازم ننقعها بقى في محلول النقع، ويفضل يكون ليلة كاملة. لتر من المية، معلقة كبيرة ملح، وزيها سكر، وعصير ليمون. الحقيقة بيفرق كتير، وخاصة بقى مع الفراخ. هنضيف التتبيلة على الفرخة ونوزعها كويس من بره ومن جوه ما بين الجلد واللحم. بعدها بقى هضيفها في كيس حراري، ممكن نعملها في كيس حراري أو ممكن من غير كيس خالص. هنضيف معلقة صغيرة من الدقيق علشان الفرخة ما تلزقش معانا جوه الكيس. هنقفل الكيس كويس. بعدها بقى بفتح فتحة في الطرف كده من تحت علشان عايزة بعض السوائل تنزل من الفرخة على الخضار وتساعد في التسوية. نوزع الخضار في الصينية وهنحطه بقى في الفرن على 180 درجة علشان الخضار يستوي براحته ويستوي كويس. وقبل ما نخرجها ب10 دقايق هنضيف معلقة الكزبرة الخضراء اللي حشناها على جنب على الخضار، عشان الكزبرة لو حطيناها من الأول هتتحرق معانا. ده بقى شكل الفرخة بعد ما استوت. نوزع الخضار بالشكل اللي عايزينه عند التقديم. ممكن نقدمها بالشكل ده، وممكن نقدم الفرخة على جنب والخضار على جنبها حسب رغبتنا. الخضار بيبقى دايب وبيبقى طعمه مميز جدا على فكرة. بنقدمها بقى مع رز، بتبقى وجبة متكاملة وحكاية. كمان الفرخة بتبقى دايبة وطعمها كمان مميز. شايفين بقى بتبقى نظيفة جدا، وطبعا ده بفضل محلول النقع. بجد بيبقى نتيجته هايلة جدا. وصفتنا كده خلصت، لكن وصفاتنا اللي جاية ان شاء الله مش هتخلص. استنونا في وصفة جديدة مع نوديو أسماء، وبالهنا على قلوبكم.